تصريحات قوية من عمرو الجنايني عن مستقبل الزمالك وزيزو. التفاصيل التي أحاطت بالنادي الفترات الأخيرة أبرزها رحيل أحمد السيد زيزو إلى النادي الأهلي. خرج عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في الزمالك للحديث عن التفاصيل التي أحاطت بالنادي الفترات الأخيرة أبرزها رحيل أحمد السيد زيزو إلى النادي الأهلي. عمرو الجنايني من خلال تصريحات تلفزيونية تحدث فوز الفريق مؤخرا ببطولة كأس مصر مجرد بداية تؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، مؤكد أن هناك مجهود يتم بذله وعمل يحدث بأحدث الأساليب العلمية. وتابع أن لحظات ركلات الترجيح كانت هناك مشاعر متضاربة ما بين الخوف والثقة في التتويج، وأكد أن الأمور الفترات القادمة سوف تكون أفضل والموسم المقبل سيكون أفضل بإذن الله تعالى. وتابع إن الانتقادات القادمة سوف تكون مرضية وسوف يتم تلبية احتياجات الفريق، ولن يكون هناك تفاصيل حاليا تحدث ولمسات أخيرة لعدة صفقات سوف يتم الإفصاح عنها الفترات القادمة بشكل يرضي طموحات الزمالك. وعن رحيل أحمد السيد زيزو تحدث عمرو الجنايني أن اللاعب الذي رحل وابتعد عنا يعلم أن نادي الزمالك شرف أن تمر من أمام بابه، ونشجع اللاعب من أجل الزمالك، موضح أنه لن يهتم أحد بما قاله في تصريحات، ولكل شخص الحق في السعي وراء مستقبله لكن دون أن يكون كاذب أو مخادع. أهلا وسهلا بما معنا ومن ليس معنا الله يتولاه، الجميع مستمر في دعم الزمالك. واختتم أنه قريبا سيتم الإعلان عن الخطة كاملة سواء على مستوى الصفقات أو مستويات أخرى.